السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة منوعات دودي. هنقدم النهاردة مع بعض تالت حاجة في مخبوزات العروسة الغريبة. هنشوف عملناها ازاي، دايبة وجميلة جدا. معانا المقادير المظبوطة لعمل الغريبة الناعمة الهشة الجميلة. هنعمل 3 عيارات بأي حجم كوباية انت تحبي تعمليها. احنا بنعمل بالكوباية الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي علشان احنا بنعمل كمية كبيرة علشان الفرح. ممكن تعملي بكوباية المج الصغيرة اللي هي 200 ملي، ممكن تعملي بكوباية 300 ملي. المهم ان العيار هيكون بنفس الكوباية اللي هنعاير بيها السمنة، هو اللي هنعاير بيه السكر. طبعا الغريبة معانا من 3 مكونات فقط: السكر، السمنة، الدقيق، بس مش بيدخلها أي مكون تاني. هنعمل 3 عيارات من الكوباية اللي انتوا شايفينها دي سمنة، وكل كوباية هناخد نص كوباية كمان سكر بودر. السكر البودر طحنينه كويس جدا، بمعنى كوباية السمنة بأي حجم إيا كانت ليها نص المعيار سكر. يعني كوباية السمنة هناخد نصها سكر بودر. ده العيار بتاعنا الجميل اللي هيطلع معانا هشة، والغريبة بتاعته هتطلع جميلة وناعمة، والسكر بتاعها معقول، طعمها مش هيجزع. جربوا معايا المكونات دي وهتلاقوا الغريبة جميلة جدا، وبإذن الله هتعجبكم. كملوا معايا الفيديو للآخر، بإذن الله هيعجبكم. هنضرب السكر والسمنة زي ما انتوا شايفين. السمنة مش جامدة جدا ولا سايحة، يعني بين البنين. هنضرب معاها السكر البودر علشان تبقى سهلة معانا في الضرب بمضرب البيض. هنضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما القوام يبقى معانا كريمي. القوام هيبقى معانا كريمي وخفيف وهش. السكر هيدوب جدا في السمنة. وتابعوا معايا الفيديو وبإذن الله يعجبكم. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش ذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شايفين القوام بعد ما داب معايا كويس جدا؟ شايفين بقى كريمي وجميل ازاي؟ هنضيف كمية الدقيق حسب العجينة. يعني الدقيق عندنا مش بمقدار، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. ده دقيق قمح احنا عاملينه في البلد ومقشرينه فينو. هنحط منه الكمية اللي هيحتاجها معانا السائل اللي هو السمنة والسكر. على قد ما يحتاج معانا هنضيف دقيق، وهتعجن زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كل ما تلاقي العجينة محتاجة دقيق أو لسه طرية بتديها رشة دقيق بشويش وبالراحة خالص، علشان الغريبة دي حساسة وجميلة جدا. وعلشان تطلع معانا دايبة وناعمة لازم نعملها معاملة جميلة كده وخفيفة. كل ما تلاقي العجينة طرية ومحتاجة بتضيف لها رشة دقيق. لحد ما العجينة تتلم معانا ونحس انها مش محتاجة دقيق تاني. هنفضل نعجن ونضيف دقيق بشويش. شايفين ما شاء الله؟ شايفين العجينة؟ شايفين بترش الدقيق برشات بسيطة جدا علشان الدقيق ما يزيدش معانا والعجينة تزيد دقيقها وتبوظ مننا وتنشف كده. بتجربها وكل ما تلاقي العجينة طرية بتزودها رشة دقيق وتعجن لحد ما تلم معايا العجينة ونلاقي القوام معقول ومناسب. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين اهي بتجرب كده. هنجرب العجينة اهو، التجربة النهائية.
شايفين جربت وشايفين الغريبة جميلة ازاي معانا اهي، مش مشققة وناعمة ما شاء الله. كده العجينة مظبوطة جدا معانا. هتقفل العجينة وهنبدأ نقطع الأحجام اللي احنا عايزينها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل كور صغيرة بالحجم اللي احنا عايزينه ونشكل حسب الرغبة. وممكن كمان تضيفي على جزء كاكاو وتعمليه بالكاكاو، وممكن تسيبيه أبيض زي ما احنا عاملينه كده. ما شاء الله كانت ناعمة جدا وجميلة جدا جدا. عملنا كمية كبيرة طبعا علشان العروسة وحبايب العروسة. عقبال عندكم جميعا. بنضغط عليها من فوق كده علشان تدينا رسمة الغريبة الطبيعية اللي احنا كلنا عارفينها العادية جدا. ما شاء الله. مش بتشقق معانا والعجينة ناعمة وجميلة. تسلم الايدين اللي شاركت فيها، وبألف هنا وشفا للي ياكل. هنخبز الغريبة في فرن على 180 درجة مع المراقبة. هتبقى النار من تحت بس، احنا هنسخن الفرن كويس جدا وهنطفي النار من فوق وهنخلي النار من تحت بس. يدوب كده بيتشمع معانا وبيدينا لون من تحت ذهبي جميل بس فقط لا غير. وكده الغريبة تبقى استوت معانا، مش بتاخد نار خالص. لازم نراقبها كويس جدا. مش بتاخد اي لون في الوش، بتاخد لون ذهبي من تحت بس. كده الغريبة استوت وطلعت معانا اهو زي ما انتوا شايفينها جميلة جدا، ومن تحت لونها ذهبي بس كده. وألف هنا وشفا. عبيناها للعروسة في علبة بلاستيك زي ما انتوا شايفين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.